Closed doors, I'm a fool for your love. سلام البنات الحباب ديالي، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم تشوفوا الفيديو نتاع نهار اليوم. اليوم راح نشارك معكم روتيني في هذا اليوم، كيفاش فوتو، واش طيبت، وين رحت. ان شاء الله يعجبكم. اول حاجه انايا نوضت شويه بكري، جويه 9. الوغ كنت ديجا شاركت معكم الوصفه نتاع قطايف بالشوكولا، راهي في القناه، وراح نخلي لكم الوصفه في صندوق وصف هذا الفيديو. طبعا ما تنساوش تشربوا ماء بزاف، سورتو في الايام الحاره. الكور ديالنا ولا الجسم ديالنا يحتاج الماء بزاف. هذه الكسالة بعثتها لي الاخت ديالي تهبل البنينات، هذا الصحه. وعندي ايضا الكونفيتور نتاع لافريز، هي بعثته لي مع كافيولي. بعد ما خلصت الفطور ديالي هنايا رحت قعدت نخمم واش ندير للغدا، سورتو كرهنا من لا روتين. طيبنا كلاش، كلينا كلاش، وما كانش الجديد. على بالي كامل تسوفريو من هذا المشكل. هنايا رايحه ندير لوبيا غريني. هذه هي الفاصوليا البيضاء اللي تتباع طازجه، يعني ماشي اليابسه. قليت بصل، زيت، ملح، فلفل اسود، قطع دجاج او قطع اللحم كما تحبوا نتوما. بعد ما تقلى البصل ديالي ضفت اللوبيا. طبعا غسلتها مليح، بعد ما فرقتها من القشور ديالها غسلتها مليح تحت العين، وضفتها للطنجره ديالي. طبعا ما تحطوهاش كي يكون ولا كي تكون التقليه تاعكم سخونه، ضيفوا شويه نتاع الماء البارد ومن بعد ضيفوها هي. من بعد ما دخلها الطياب هنايا شويه، ضفت 2 حبات ولا 3 نتاع طوماطاج، رحيتهم بالميكسر. ضفت جزرتين قطعتهم على 6، وقطعتهم في النص، يعني شكل مستطيل هكذا. ومن بعد خليتهم يتقلاو. ضفت شويه نتاع معدنوس. من بعد ما الزروديه نتاعي ولا الجزر ديالي عفوا دخلوا الطياب، ضفت الكورجات، الجراوات، حبتين قطعتهم ايضا وضفتهم. فوالا. طبعا كيما نعرفوا حنا لي كاروت ولا الجزر ياخذوا وقت طويل ولا اكثر من الكورجات، سما نخليهم ولا نخلي الزروديه نتاعي يدخلها الطياب شويه، ومن بعد نضيف الكورجات نخليها طيب قبل ما نضيف البطاطا ديالي في الاخر. هنايا حطيت قطع البطاطا، حوالي 2 حبات نتاع بطاطا، قطعتهم على 6 ولا على 8، المهم كانوا شويه صغيورين، وضفتهم مرقت شويه فقط، وخليت لوبيا غريني تاعي تنشف، كل حاجه تطيب على راحتها، ولازم لاصوص تكون عاقده. طبعا كل وحده والمكونات اللي تستعملها في هذا البلا لا في هذا الطبق. انا نحبه هكذا يجي غير بنين ويجي خفيف وما يجيش مضر للصحه، يعني ما فيش لا طوماط كونسيرفي. هنايا درت اون سالاد فيرت توحشتها نتاع بكري، ما فيها والو، فقط شلاضه الخضراء، زيتون وطوماطيش. مع شويه نتاع الدلع، سورتو رانا في الايام سخونه هذه. طبعا هذا الفيديو صورته قبل ما يدير الموفيطون هذاك والشتاء وكلش. هنايا من بعد ما خلصنا الغداء ريحنا شويه وخرجنا انا والام ديالي ندورو، ما كناش عاملين برنامج ولا يعني على بالنا لنا رايحين نتصل. قلت لها نخرجوا ندورو شويه. رحنا هنايا للمول نتاع جيجل في وسط المدينه. ما صورتوش كامل، فقط مقتطفات هكذا صغيره، ما صورتوش يعني بالكامل من فوق لتحت وكل الجوانب ديالو، فقط شويه هكذا باش تشوفوني كيفاش فوت النهار ديالي. عجبوني هادو نتاع لي زيبيس، قلت لازم نشري من بعد باسكو انا ما عنديش. كاين اشكال والوان وانواع واحجام كما تحبوا نتوما، والاسعار في المتناول. طبعا ماشي كيما البازار معرض الفرسان، ولكن ملاحين الاسعار ديالو ماشي غاليين بزاف. فوالا. وكاين ايضا اشياء يعني تشوفوهم تافهين بصح هما ملاحين وتقدروا تحتاجوهم في التزيين ديالكم تاع المنزل ولا في الديكور ولا في لاكويزين. وهنايا بعد ما خلصنا البتي تور نتاعنا في لو مول نتاع جيجل، خرجنا شويه اور لا فيل ورحنا جهه الشالات ولا شاطئ مريغه. طبعا كان الحال شويه مقلب، الريح وبارد الحال ماشي سخانه، ولكن يعني تحلالكم تخرجوا تمشيو في هذا الوقت ولا في هذا الجو. الحاله فارغه، واحد السكات، واحد الهدوء. يعني تقولوا ما نروحوش منا نقعدوا هنايا حتى نركضوا. فوالا. كاين دي زانفو يلعبوا، كاين دي فامي مام قاعدين في الشتاطه ولا في الرماله. فوالا. انا هنايا ما حلاتليش، كنت لازم نخطر رجليا، لازم ندخل البحر. وكان بارد
والنص دافي، سما من داك يطلع لك البارد ومن داك يطلع لك دافي، سما ماشي سخون. وهنايا كانت لا فان لا جورني، سما الكوشي دو سوليل. حبيت نصور لكم هكذا شويه لا مير، تشوفوا الاجواء كيفاش راهي عندنا في جيجل. ان شاء الله تزورونا في الصيف اللي ماشي من نفس الولايه، ان شاء الله تجيو لعندنا في جيجل و تفوتوا اوقات مليحه مع العائله ديالكم. وهنايا صور لكم هذا المنظر، عجبني ما على باليش علاش، مع لي زانيمو هكذا، مع لي فاش، مع لي موطون، جات كيوت. تسمى لي زانيمو مع غروب الشمس مع البحر، يعني جات لوحه طبيعيه عجبتني، كنت نشاركها معكم. فوالا الحاجه المليحه انه كامل قاعدين يتفرجوا في هذا البقر والمواشي اللي فاتوا منا، كامل وقفوا قاعدين يتفرجوا فيهم. الله يبارك، ربي يزيد مولاهم ان شاء الله. فوالا ومن بعد ما طولناش بزاف، يعني يا ربي 10 دقائق 15 دقيقه ورجعنا للدار. كانت الحاله بدات تظلم، يعني بدا الليل يطيح كما قلت لكم. كانت لا فان لا جورني. صورت لكم شويه هكذا المنظر. طبعا كاين اللي يعرف هذا المكان، كاين اللي ما يعرفوش. راهو معروف خاصة في الويكاند عندنا في جيجل، كامل نخرجوا ولا كامل لي فامي جيجيليان يخرجوا يروحوا في هذه المنطقة من البحيرة منين الشالات، ويريحوا يفوتوا لا جورني ولا لابريميدي. كان اللي يعملوا باربيكيو، كان اللي يلعبوا الفوت، كاين اللي قاعدوا يلعبوا فقط لي زونفون ديالهم ولا فامي ولا لي بارون يقعدوا يعسوا عليهم. يعني سي فريمون مانيفيك. اللي مازال ما جاش لهذه المنطقه لازم يجي ليها ولا لهذا المكان، يفوت وقت تجميل. فوالا طبعا وانا في الطريق قاعده نخمم واش رايحه ندير العشاء، واش رايحه ندير العشاء، واش رايحين ناكلو. من داك نشري من برا دي كاسكروت ولا نشريو ساندويتش من برا، ولكن شبعنا من ماكله تاع برا، نحبوا ناكلو شويه في الدار. وزيد ما كناش جوعانين بزاف، سما درت حاجه خفيفه دوك نشاركها معكم في اخر الفيديو. هنايا حبيت نصور لكم الطريق تشوفوا، يعني ما شاء الله هادو الحقول نتاع لافريز. جيجي المعروفه بلافريز دائما، الانتاج تاع لافريز يكون طالع ما شاء الله، ربي يبارك. ما على باليش عجبني هكذا الفيو والمنظر، حبيت نشارك معكم هكذا باش تضيفوا ليو، مام اللي ما راهيش تخرج وتحوس معي في الفيديو. فوالا ما تنساوليش اللايك هكذا باش الفيديو ينتشر وكامل يشوفوه ان شاء الله. ما تنساوش ايضا الاشتراك في القناه، تدعموني معنويا قبل كل حاجه باش نقدر ولا باش نستمر في نشر المزيد من الفيديوهات والمحتوى. هنايا اندهشت من الصور، يعني الله يبارك جيجي بدات تتعمر بالعمران كما راكم تشوفوا تاع لا بروموسيون هادو الديار. يعني ما شاء الله ما كانش حاجه موش، يعني بدات ترجع شويه معمره جيجل على برا ولا خارج وسط المدينه. هنايا وصلنا الاندرو كما راكم تشوفوا. هنايا حديقه الحيوانات، عندي شحال ما روحت ليها، ما على باليش اسكو كاين جديد ولا ما كانش، من بعد ندخل ليها ان شاء الله ونصور لكم. فوالا كانت ولا كان طريق فارغ، ما كانش لا سيركولاسيون بزاف. ميم هذا النهار ما كانش الويكاند، ما لو كان الويكاند لو كان الغاشي وسيركولاسيون حتى البلاد. فوالا ما تنساوش تكتبوا لي في التعليقات نتوما واش حابين تشوفوا كمحتوى في الفيديو القادم. خليوا لي تعليقاتكم الجميله، احكيوا لي كيفاش راكم تفوتوا نهار ديالكم اللي راهم على الامتحانات. نقول لكم ربي يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله تجيبوا اون بون موين ان شاء الله، ربي ينجحكم ويوفقكم ان شاء الله. سورتو الباك ما بقالوش بزاف، كوراج برك. وزيد الباك يعني امتحان البكالوريا كيفو كيما اي امتحان فوتناه ولا راح تفوتوه، ماشي حاجه صعبه، فقط ركزوا وهذا ما كان له الستريس الزايد. فوالا هنايا صافي رانا قريب نوصلوا للدار. كي وصلت بعد على الدار شفت في الفريجيدير عندنا شويه نتاع لي زابا ولا نتاع الفواد نتاع البولي، دونك شويتو هكذا مع شويه نتاع الزيت، شويه نتاع الملح فلفل اسود، وهذا ما كان درنا دي كاسكروت مع لي فريت مع شويه نتاع بطيخ كما نقولوا انا نتاع المولون. وهذا ما كان الفيديو راهو خلاص. مع العائله كلكم ان شاء الله عجبكم الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو في رواحكم بزاف. سلام.